أنا شيماء حسان، فأهلا بيكم لو أول مرة تشوفوني، وأهلا بيكم كمان مرة في فيديو جديد. فيديو النهاردة هنتكلم فيه عن عجلة الحياة، وتحديدا ازاي نخطط لجميع جوانب حياتنا بطريقة مرتبة ومنظمة عشان نبقى قادرين نعمل توازن، مش بنشتغل على جانب وبنهمل في الجانب التاني. فالفكرة بكل بساطة هتحتاجوا ورقة وقلم، عشان كده أنا مجهزة الورقة والقلم عشان أشرح لكم، ولكن انتوا هتجيبوا ورقة وقلم عشان تسجلوا الملاحظات دي وما تفوتكوش اي خطوة. فعلشان مطولش عليكم اكتر من كده، فيلا بينا نبدأ الفيديو. الجانب الاول اللي انا هكلمكم عنه وهو الجانب الروحي. فاول حاجة بالنسبة للجانب الروحي، الجانب الروحي من اسمه هو الجانب الروحي او الجانب الديني اللي بيتمثل في العلاقة بتاعتي مع ربنا. علاقتي مع ربنا بتبقى عاملة ازاي؟ فكرة بكل بساطة ان احنا بنشتغل على الجانب ده من خلال الصلاة، الصوم، قراءة القرآن وغيره من الذكر ومن العبادات الأخرى. فالفكرة بكل بساطة أنا ببقى شايفة إن الجانب ده بيتمركز في حاجة كده كده هنعمل كل الحاجات اللي اتكلمنا عنها قبل، ولكن الفكرة بكل بساطة إنه نشتغل على ترك المعاصي. بحس إن الخطوة بتاعة ترك المعاصي هي خطوة شوية أصعب، لأن احنا بنجاهد نفسنا على عادات وأفعال وتصرفات احنا بنعملها واحنا عارفين ان هي محرمة او فيها ذنوب او ايا يكن، ومع ذلك بنستمر في الفعل ده. فدايما ببقى شايفة انه ترك المعاصي هو من اكتر الحاجات اللي بتبقى محتاجة شغل ووقت ومجهود. فأشجعكم جدا انه في الجانب الروحي زي ما انتوا بتفكروا ان انتوا تعملوا جدول للعبادة، فكذلك حطوا من ضمن جدول العبادة، عشان بحس ان هي من الحاجات اللي الانسان مش بيفكر فيها، الجزئية بتاعة ترك المعاصي. حط تحتها كذا خط عشان نقدر نشتغل على النقطة دي ونبقى فاكرينها. الجزئية اللي بعد كده اللي احنا حابين نشتغل عليها وهي الصحة النفسية. الصحة النفسية من خلال التطوير الشخصي، فلترة مشاعري، تخصيص وقت لذات. كل منا بيبقى محتاج يطور من ذاته ويغير منها بشكل أو بآخر. فاللي هيساعدني في الخطوة دي ان انا اجيب ورقة وقلم واكتب انا فين دلوقتي ومحتاجة اوصل لفين. عشان أبسطها عليكم أكتر، إيه أسلوب الحياة اللي أنا ماشية بيه دلوقتي، وإيه أسلوب الحياة اللي أنا حابة أعيش عليه في المستقبل، وأبدأ أحط لنفسي معايير أشتغل عليها علشان أقدر أوصل للحياة اللي أنا بتمناها. أما عن فلترة مشاعري، فالفكرة بكل بساطة هنيجي نبص على مشاعرنا طول الوقت، إيه اللي بيبقى غالب عليها؟ هل قلق، توتر، ضيق، أو أنا بكون شخص هادي رايق؟ بعد ما اشتغلت على الجزئية بتاعة التطوير الشخصي وبعد كده قدرت إني أفلتر مشاعري، فمحتاجة إني أخصص وقت لذاتي علشان أقدر أشتغل على الحاجات دي. طيب فكرة إني أخصص تخصيص وقت لذاتي، كتير في حلقات قبل او في فيديوهات قبل كنت دايما بقول انه مش معنى اني بخصص وقت لذاتي يبقى انا شخص اناني، بس الفكرة بكل بساطة انا لو ما قدرتش املى التانك بتاعي انا شخصيا عمري ما هقدر ادي في اي جانب او في اي علاقة انا موجودة فيها، وايا كان دوري في الحياة، ام، اخت، ابنة، ايا كان دوري فانا محتاجة أأدي فيه بشكل صحي. عمري ما هقدر أدي فيه الا لما يكون انا بطاريتي مليانة أو عندي طاقة. فعمره ما هيبقى عندي طاقة بدون ما أخصص وقت لذاتي. تقدروا تستثمروا الوقت لذاتكم بالطريقة وبالأسلوب اللي يناسبكم، حتى لو كنتم هتقعدوا في وقت هادي تحضروا فطار رايق، تشربوا حاجة انتوا بتحبوها، أو تشتغلوا على مهارة انتوا حابين تنموها، أو تعملوا هواية ما إذا كنتوا بتحبوا مثلا الأعمال اليدوية، إعادة التدوير وغيره من أنشطة. فبكل بساطة عشان أشتغل على الجانب بتاع الصحة النفسية فأنا محتاجة أطور من نفسي بشكل أو بآخر. عمري ما هقدر أطور من نفسي أو أعدل منها إلا لما تحصل عملية مقارنة صغيرة، بس المقصود بالمقارنة هنا هي مقارنة صحية، كوني أكون بقارن نفسي بنفسي مش بحد تاني. اللي هو أنا هقارن نفسي دلوقتي أنا موجودة فين دلوقتي وحابة أوصل لفين، في طريق أنا كده كده ببقى بسلكه عشان أوصل للأنا اللي أنا حابة أكون عليها. في الطريق دي أنا هبقى أكيد واخدة بالي إن هنا في تقدم، هنا في عقبة، هنا في
تقدم ملحوظ. ازاي انا هلاحظ كل الحاجات دي الا لما يبقى في معايير انا بشتغل عليها، بحط لنفسي عادات انا بتبعها وغيره كتير. من ضمن المعايير اللي دايما انصحكم بيها عشان تقدروا تطوروا من ذاتكم وتكونوا في حتة افضل، اول حاجة دايما انصح بيها وبقوة هو فكرة ان احنا نتبنى عادة الامتنان. طيب يعني ايه انا هكون ممتنة؟ هجيب ورقة وقلم هحمد ربنا على حاجات بتمر عليا في المطلق. انا ممتنة لكون ان ربنا كرمني بصحة كويسة، الحمد لله افضل من غيري كتير. انا ممتنة لوجودي في عيلة، في بيت، وعلشان دايما اكون قادرة استشعر النعم اللي موجودة في حياتي وقادرة اكون فعلا حساها قوي، فعمري ما هحسها لمجرد ان انا كتبت ولمرة واحدة او انا كنت ممتنة للحظة واحدة. فنقدر نعتبره اسلوب حياة ان كل يوم انا هصحى من نومي او على اخر اليوم هكتب ايه الحاجات اللي انا كنت ممتنة على مدار اليوم. لو انا ممتنة لكذا وكذا وكذا، على الاقل 3 حاجات يوميا انا ممتنة ليهم. فدي حاجة هتبقى بتخليكم تستشعروا مدى النعم الموجودة في حياتكم، وهتكونوا حاسين بحالة من الرضا، في حالة من الراحة الطمأنينة، كوني أكون الحمد لله. الفكرة مش فكرة إني أكون أنا لازم يكون كل الحاجات اللي عندي مادية عشان أكون واصل لليفل معين أنا مرتاح فيه، مش دايما بتكون كده. كتير من الناس بيبقى عندهم المال بس مش عندهم الصحة، ودي مشكلة كبيرة. المال مهما بقى عندي وبوفرة عمره ما هيوفر الصحة. فدايما انه ندعي بانه يا رب تديم علينا صحتنا، لان نعمة الصحة هي اهم حاجة في الحياة، ومن ثم بصحتنا هنقدر نجيب المال ان شاء الله. الخطوة اللي بعد كده وهي التخطيط. دايما ببقى شايفة ان الانسان لازم يكون حياته مرتبة او منظمة، مع احترامنا لكل الناس العشوائية في الحياة واللي عندهم فوضى بشكل قوي. في ناس بتعرف تعيش كده، اللي هو انا صحيت من النوم بسم الله توكلت على الله، ها اللي بيجي معاهم بيشتغلوا عليه. بس انا مش بفضل ده، يعني انا ما بفضلش ده. دايما ببقى شايفة ان كل شخص بيتقدم في حياته، ومن كتر ما انا كنت بدور ايه العادات اللي بتخلي الانسان فعلا يكون شخص ناجح في حياته، اكتشفت ان العادة اللي بتبقى مشتركة عند كتير من الناس اللي قدروا يوصلوا لحتة حلوة او مرحلة كويسة، كانوا بيخططوا لحياتهم. الخطوة التالتة وهي حب الذات. هحب ذاتي، اطبطب عليها، احتويها. لما يبقى في مش لازم يبقى في حاجة، يعني اقدر اهادي نفسي، ولو عملت حاجة حلوة فاكافئها واقول لها برافو. يا جماعة والله مش شغل مجانين، بس الحاجات دي بجد بتفرق. يمكن في الاول ممكن تكون شويتين غريبة، بس لما بنيجي نشتغل عليها لا، هي مش غريبة ولا حاجة، والحاجات دي بتفرق في نفسيتنا كتير جدا. بعد كده الرعاية الذاتية. أنا ببقى شايفة إن حب الذات والرعاية الذاتية وتخصيص وقت الذاتي هما التلاتة بيندرجوا تحت نفس الحاجة، اللي هو أهم حاجة أنا في الحياة، ومن ثم هنبدأ نشوف أي حاجة تانية. مش أنانية، وبأكد للمرة الألف مش أنانية، بس عشان أقدر أبقى عندي طاقة، وعشان أقدر أشتغل على باقي الحاجات اللي احنا بنتكلم عنها واللي لسه هنتكلم عنها. ومن المعايير اللي هتساعدني كذلك فكرة إني أكون شخص سعيد، وبحس إن السعادة بنقدر نكتسبها من حاجات كتير جدا، زي مثلا انا ممكن احصل على السعادة في اسعاد الاخرين، ان انا مثلا اجيب هدية لطفل فينبسط، فلما اشوف فرحته بتبقى السعادة دي بتنتقل ليا انا بشكل غير مباشر. فسبحان الله، جربوا مش هتخسروا حاجة. كذلك الثقة بالنفس. امتى هبقى واثق من نفسي؟ لما ابقى وصلت للي انا عايزه. امتى هوصل للي انا عايزه؟ لما هدرب روحي على كل اللي احنا اتكلمنا عنه. الجانب الثالث اللي احنا حابين نتكلم عنه دلوقتي وهو الجانب الاسري او الحياة العائلية، وهنضم معاها الحياة الاجتماعية. ببقى شايفة ان كل شخص في الحياة ليه احقية علينا، ان كان اب، ام، اخوات، او العيلة في المطلق، يعني العيلة الكبيرة. الفكرة بكل بساطة بما انه ضمينا للموضوع الحياة الاجتماعية، هنقول إنه صحابنا ليهم أحقية، جيراننا ليهم أحقية. فالفكرة بكل بساطة ببقى شايفة إن احنا عشان نلخص كل دول، فالفكرة بترجع لعلاقتنا مع الآخرين، إن احنا بنتعامل معاهم ازاي. محتاجين نتعامل معاهم بحب، بمودة، برحمة، بلين.
نتعامل مع الناس زي ما احنا محتاجين منهم انهم يتعاملوا معانا، مش هبقى طالبة من اللي قدامي انه يحترمني وانا ما بحترموش، فبحس ان الموضوع مش هيبقى منطقي. كذلك من ضمن الحاجات اللي ببقى شايفة ان احنا محتاجين نشتغل عليها عشان الحياة تبقى فريش وفرافيش، ايوه، محتاجين ان احنا نصنع مع بعض اوقات مميزة لما نيجي نفتكرها نبقى مبسوطين وممتنين لكون ان عدت علينا لحظة زي دي، ونصنع منها المزيد، لان الحياة مش هتقف عند النقطة دي. فمحتاجين نزود ونطور ونكبر من حياتنا ومن علاقاتنا. أنا عارفة إن احنا كل ما بنكبر دايرة العلاقات بتقل، لا بأس، بس الأهم إن هي تكون علاقات صحية. الجانب الرابع اللي محتاجين نتكلم عنه وهو العمل والتعلم. الفكرة بكل بساطة إن كل منا دلوقتي علشان يشتغل فمحتاج إن هو يطور من مهاراته علشان يقدر يشتغل في وظيفة كويسة، أو إن كان شركة مميزة، أو حتى هيعمل لنفسه شغل خاص بيه. وبالأخص إن دلوقتي أغلبنا بيفكر في إن إزاي يكون عندي وفرة من المال وأقدر أشتغل عشان أقدر أكفي روحي، فببقى محتاجة إني أعمل لنفسي شغل خاص. فبالتالي أنا محتاجة إن أنا أتعلم مهارات كتير ما عدتش عليا قبل كده، بالأخص لو حد ما درسش ده قبل فبيبقى محتاج إنه هيبدأ من جديد. فدايما أنصح بإنكم تاخدوا الدورات التدريبية اللازمة، تطوروا من روحكم بشكل أو بآخر. بحس إن التعليم هو الحاجة الوحيدة اللي مهما كبرنا عمرنا ما هنوقفها. فبالتالي لازم يكون عندي هدف، لازم يكون عندي خطة واضحة عشان أقدر أكون شخص متفوق وناجح في الحتة اللي أنا حابة أوصلها. أيا كان أنا الطريق بتاعي رايح على فين، فأنا محتاجة إني أطور من مهاراتي وإن أنا أكون شخص قوي في الحتة دي. فدايما بقول حتى لو احنا هدفنا مش معنى ان انا عايزة اشتغل يبقى انا مش هتعلم، انا طبيعي العلم هو اللي هيخليني اوصل للشغل. وايا كان يعني حتى الوظائف التقليدية النهاردة دايما فين السي في، كم عدد الشهايد اللي قدرنا نحصل عليها علشان نوضح ان احنا عندنا خبرة في المجال ده عشان بس اتوظف في شركة. بغض النظر بقى لو هعمل لنفسي مشروع انا اللي هبقى مسؤولة عنه من A to Z، فبالتالي انا اللي هبقى محتاجة ان انا اتعلم كل حاجة من A to Z، حتى لو هاخد حاجة عن كل حاجة بس عشان أقدر أواكب السوق أو أواكب الشغل. مش هنقول السوق لأن السوق أصلا فيه عمالقة، بس على الأقل عشان أقدر أواكب الشغل وأقدر أوصل لمرحلة كويسة فأنا محتاجة أمشي زي ما كل الناس ماشية. فبالتالي أنا محتاجة إن أنا أتعلم حاجات كتير جدا، وبالأخص ده من وحي تجربتي أنا، لأني أنا واحدة من الناس اللي دارسة حاجة وبشتغل في حاجة وحابة اوصل لحاجة، فكل الحاجات دي محتاجة تعليم اللي انا اوصل ازاي هناك. بس مش هنتكلم عن كل ده دلوقتي عشان الموضوع ما يطولش مننا، ونروح للنقطة اللي بعد كده واللي هي النقطة رقم 5، وهي الشؤون المالية. وبما انه هنتكلم عن فلوس فاحنا محتاجين نكون عندنا خطة كويسة لإدارة الميزانية. وأول حاجة بنصح بيها في النقطة دي وهو إدارة الدخل والمصروفات، أنا بيدخلي كام منين وبيتصرف فين، لأن كتير من الناس بتبقى بتشتغل شغلانات مختلفة، فأنا محتاجة أدون كل منهم بيجيلي رقم كام من أي مصدر بالظبط والفلوس دي بتتصرف فين. للناس اللي بتشتغل فبكتب مثلا كشغل حر، حد زي مثلا بيشتغل في انه بيبيع ويشتري في التجارة في المطلق، فأنا مثلا في حتة المصروفات، فأنا لما باجي أكتب بعمل كده الدخل، المصروفات، هنا ملاحظات، فهنا بكتب دخلي ونوع المصادر بتاعته، هنا بكتب المصروفات بتاعتي في المطلق المصروفات العادية العشوائية، وهنا الملاحظات. ليه؟ لأن كتير من الوقت بما إني بشتغل في التجارة أنا بجيب منتجات، في فلوس بتبقى رأس مال بتعيد تدوير الشغل، فبالتالي بيتكتب هنا في الملاحظات إن راح مبلغ كذا لشراء منتجات. ده بغض النظر ان بيبقى اصلا اوريدي فيه فواتير طالعة من المحلات دي، ولو الاماكن دي ما بتدينيش فواتير فانا ببقى مسجلة لنفسي ورقة على جنب انا جبت كذا من مكان كذا، وببقى كاتبة المبلغ ودبس كل الورق ده في بعض عشان ما بقاش تايهة. كتير مننا بيبقى عنده طموح لان هو يوصل لمرحلة من الرخاء المادي او الوفرة في المال، فانا هعمل كده ازاي في الاول؟ لو انا مش هقدر ازود دخلي في البداية فالبديهي ان انا اقلل من المصروفات بتاعتي، ان انا اقلل من الديون. كتير من الناس بتتداين على الراتب اللي هي لسه ما قبضتوش اصلا،
فأنا هنا محتاجة إن أنا أعمل توازن بسيط جدا، هنصرف في الأساسيات وهنبطل الصرف في الكماليات عشان أقدر أدخر المال ده ومن ثم أستثمره. أعتقد شرحت لكم كله بطريقة بسيطة. نرجع ونعيد مرة تانية. يبقى أنا هدير الميزانية بتاعتي، أعرف الدخل والمصروفات، ومن ثم هتحرر من كل الديون اللي عليا عشان لما يبقى فيه دخل فهقلل المصروفات اللي بتكون في الكماليات، هدخرها ومن ثم هستثمرها، وده اللي احنا بنتكلم عنه كخطة مالية. فببقى شايفة ان الجزء ده مهم جدا، وبما اني تحررت من كل ديوني وادخرت وبدأت اني استثمر، فاكيد هيبقى برضو مش هننسى ان بيبقى فيه جزء من المال حتى ولو بسيط بنعتبره مدخرات للطوارئ، لانه لو لا قدر الله حصل اي ظرف في اي وقت فمبقاش تايهة ويبقى عندي جزء مركون كده على جنب. فده بالنسبة للجانب المالي. نبدأ في الجانب رقم 6 وهو الجانب الصحي. ورعايتي بالجانب الصحي هتكون من خلال بناء عادات صحية زي شرب المية بقدر كافي يوميا ما يعادل 2 لتر على الأقل. فكرة بكل بساطة إن المية ليها فوايد كتير جدا تقدروا تروحوا تقروا عنها. 2 النوم، ومعنى إنه يبقى فيه نوم صحي يعني نوم ليل مش نهار، عشان في ناس كتير بتبقى قلبة الآية. فالفكرة بكل بساطة ربنا بيقول وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. وكذلك من العادات الصحية للناس الأكثر فعالية إنه هما بيصحوا بدري، في منهم اللي بيصحى تقريبا الفجر كل يوم ويبدأ حياته يوميا من الفجر. عادة رقم 3 وهو إنه يبقى فيه وقت كافي للراحة، اللي هو الناس اللي بتشتغل عدد ساعات ضخم على مدار اليوم أو على مدار الأسبوع، إنه مثلا مفيش أصلا ويك اند، في الموضوع بيبقى طاقة بتخلص. الإنسان لو ما أخدش الراحة برغبته هياخدها غصب عنه في مرض لا قدر الله. فبالتالي احنا محتاجين من وقت للتاني ندي لنفسنا وجسمنا راحة، فإن لبدنك عليك حق. بعد كده بنشتغل على الصحة العقلية، وببقى شايفة ان ده بيكون من خلال البعد عن المشتتات، لان دي بحس ان هي حاجة بتضر اكتر ما هي بتفيد لو ما عملناش كنترول عليها. وكذلك الصحة النفسية وكنا اتكلمنا عنها في الجانب التاني. ومن ثم واخر حاجة هكلمكم عنها في الجانب الصحي وهي الرياضة، حتى لو كانت هتبقى المشي لمدة تلت ساعة او نص ساعة يوم. 7 وهو جانب الترفيه والمتعة، وبحس ان الجانب ده من اسهل الجوانب اللي احنا ممكن نشتغل عليها. اول حاجة من خلال ممارسة الهوايات، وعند كل منا على الاقل هواية يقدر يسلي نفسه بيها. فعلى سبيل المثال في ناس بيحبوا الرسم، التلوين، عمل يدوية، إعادة تدوير، الكتابة، الخياطة، صناعة المحتوى، أيا يكن. رقم 2 في ناس بتحب السفر والمغامرات وإن هي تستكشف أماكن جديدة. رقم 3 الأجازة، وبحس إنه كل منا محتاج ياخد أجازة، حتى لو هو هيقضي الأجازة دي على السرير متنح في اللاشيء، بس الأجازة شيء مهم وضروري ومتعة لكل إنسان بيشتغل بجد، لأنه بيبقى محتاج إنه أنا عايز أرتاح. رقم 4 المكافأة، ومش معنى إن احنا قلنا مكافأة يبقى شيء كبير، أبدا مش بالضرورة. تكفي ولو قطعة شوكولات أو آيس كريم أو حتى هعمل مشروب أنا بحبه في البيت، أيا يكن نوع المكافأة اللي أنا ببقى محتاجاه. فمش ضرورة أبدا إن هي تكون شيء كبير، إمكانياتكم تسمح تقدروا تجيبوا لنفسكم حاجة كبيرة وتبدأوا مثلا في خطة تحدي، ولما أخلص التحدي فأنا هفتح البوكس اللي أنا كافئت نفسي بيه. لو أنا مخلصتش التحدي فهنشيله إلى حين نكرر التحدي أو نبدأ تحدي مختلف نقدر نفوز فيه. رقم 5 الاكتشاف. في كتير من الناس بيبقى عندهم مهارة في إنهم يكتشفوا أماكن جديدة، مهارات مختلفة أو أكلة جديدة، هم عندهم فضول وشغف لأنهم يستكشفوا. الجانب رقم 8 وهو المنزل والبيئة المحيطة. أول حاجة هنعمل ده من خلال التواصل مع الطبيعة. ببقى شايفة إن احنا محتاجين من وقت للتاني نستشعر النعم اللي حوالينا من خلال التأمل في الطبيعة، البحر، المحيطات، السماء، أيا يكن.
فببقى شايفة ان ده بيجدد من الطاقة تبعنا. الحاجة رقم 2 وهي المساعدات المنزلية، ممكن تكون حاجة عادية أو غريبة معرفش، بس للشخصيات اللي مش بتبقى بتشارك بشكل متكرر ببقى شايفة انه لو احنا شاركنا بكون ان احنا نجرب أكلة جديدة مثلا، احنا هنبقى فخورين بنفسنا قوي، في حين انه امهاتنا هتبقى مبسوطة جدا ان احنا شلنا عنهم ولو مهمة واحدة من مهام كتير بتحصل في البيت على مدار اليوم. رقم 3، خطط العناية بالمنزل. فكرة ان الانسان يحط لنفسه خطة، اذا كنت انا هشتغل بطريقة مختلفة أو أنا بالفعل المهام المنزلية بتبقى شيء من أساسياتي أنا أيا كان دوري. فالفكرة بكل بساطة كون إني أحط لنفسي خطة زي الناس اللي بتقعد تفكر أنا هاكل إيه كل يوم فالموضوع يبقى صعب. طب ليه ما أحطش لنفسي فكرة إنه أعمل منيو أكلات الأسبوع أو أكلات الشهر كله مرة واحدة، بحيث إني مقعدش كل يوم أفكر ايه اللي انا هعمله في اليوم اللي بعده. فاللي هو في حاجات اهم ان احنا نفكر فيها من اني افكر اكل ايه بصراحة. فببقى شايفة ان حاجة زي كده هتسهل عليا خطة شهر بحاله، ان ممكن اقعد حتى ولو ساعة بكتب في المنيو ده، بس هيوفر معايا تفكير لمدة شهر. رقم 4 وهو صناعة روتين صحي ومفيد. مش معنى انه روتين شيء مكرر كل يوم اذا هو ممل ابدا. اللي بيخليه ممل هو احنا اسلوبنا طريقتنا في التعامل مع اليوم. الفكرة بكل بساطة لو أنا بقدر أدير يومي بشكل صحي بكوني أنا عاملة لنفسي روتين صباحي روتين مسائي. على سبيل المثال هصحى كل يوم، أول حاجة هعملها هوضب سريري، هروح أغسل وشي، هتوضى، أصلي، أحضر الفطار بتاعي برواق، ومن ثم أشوف ايه اللي ورايا إن كان معايا دراسة إن كان معايا شغل محتاجة ان انا اشتغل النهاردة على نشاط ما مختلف ايا يكن يومي. فلما بعمل لنفسي خطة مرتبة ومنظمة دي بتخلي حياتي انا حتى لو مكررة بتبقى حلوة. خلاص انا مخي ما عادش بيفكر انا هصحى اعمل ايه، خلاص هو اصبح مرتب ان انا هصحى كل يوم هعمل كذا. فالروتين ده بيساعدني لان مخي ما يفكرش في حاجات كتير، في حاجات طبيعية احنا بنبقى خلاص لازم نعملها كل يوم، وفي حاجات تانية بنضيفها على حسب ايه المهام بتاعت كل يوم. الخطوة اللي بعد كده وهي تجديد طاقة المكان. هنعمل كده ازاي؟ بكل بساطة هنفتح الابواب الشبابيك، هنخلي الضوء يتجدد في المكان. اللي هو مش هخلي الصبح زي الليل ومش هعرف التوقيت الا لما ابص في الساعة. الفكرة بكل بساطة لما بخلي الشمس تدخل المكان فبحس ان في روح، في يوم جديد بدأ محتاجين نستعد ليه، وهكذا. كمان فكرة ان احنا نشغل قرآن في البيت بشكل دوري ويومي، بالاخص لو احنا هنشغل سورة البقرة فبتحط بركة في البيت، بتبارك المكان بشكل او باخر، كذلك بتحفظ اهل البيت. في طرق كتير لان احنا نجدد الطاقة. على سبيل المثال بكون ان احنا نغير المفارش بتاعة البيت، حتى لبسنا اللي احنا لابسينه نخلي حاجة للنوم، حاجة مريحة لليوم، وكذلك لبس الشغل غير اللبس بتاع اليوم العادي، وهكذا. حتى لو كان شغل من البيت المشكلة ان انا البس طقم شيك لذيذ جميل اثناء ما انا بشتغل. الخطوة اللي بعد كده وهي تنظيم الاساس بحيث انه يكون شكله مريح للعين. في ناس بتحب تجدد من شكل البيت من وقت لآخر، فلا بأس، ليه لأ. آخر حاجة حابة أختم بيها كلامي، لو كنتم حابين تعملوا لنفسكم فعلا توازن ما بين كل الجوانب دي، عشان أنا حاسة إن أنا اتكلمت كتير وانتم ممكن تكونوا متلخبطين وازاي هنشتغل على كل ده في نفس التوقيت، فعشان تقدروا توصلوا للتوازن فأنا هعمل معاكم أو مش هعمل، هو أنا بالفعل عملت ده. كنت اتكلمت معاكم في فيديو قبل عن موضوع تحدي الالتزام وانه ازاي انا هعمل توازن ما بين جميع جوانب حياتي. صحيح انا في التحدي اتكلمت عن بس 6 جوانب مش 8، بس 6 من 8 مش هتختلف كتير. فكرة بكل بساطة ان انا هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف، تقدروا تروحوا وتشوفوا الفيديو، تقدروا تتبعوا الخطة. انا كنت نزلت لكم الفيديو بتاع الشرح، وكمان كنت نزلت لكم جزء من ايامي وانا بشتغل على التحدي برغم ان انا ما كانش عندي طاقة. بس كنت دايما وقتها اقول فكرة ان الانسان يشتغل ويتقدم كل يوم 1% افضل من الانسان يبقى قاعد مكانه محلك سر مفيش تقدم ابدا. 1% هنلاقي نتيجة، لكن انا لو قعدت ما بعملش اي حاجة، ما بغيرش ما بطورش، بحس ان الموضوع مش هيجدي نفعا.
مش بالضرورة إنه يكون عندي شغف، عندي طاقة، عندي حيوية، أنا يلا بينا حابة إن أنا أشتغل عشان أنا عندي الطاقة دلوقتي. أغلب الوقت ما بيبقاش عندنا طاقة، فإحنا محتاجين نشتغل رغما عن نفسنا حتى لو ما عندناش طاقة. ولما كنت بعمل التحدي ده زي ما كنت بقول مكانش عندي طاقة، ففكرة إن الإنسان يشتغل على التحدي ويعمل توازن وهو أصلا ما عندوش طاقة، فبحس إن هو كان ميكس غريب. سبحان الله هي كانت جت كده. فروحوا شوفوا التحدي إن شاء الله يفرق معاكم، وكذلك أنا كنت اشتغلت على تحديات كتير جدا قبل، فتقدروا برضو تروحوا تشوفوها وتشيكوا عليها. هسيبلكم اللينكات بتاعت كل الحاجات دي في صندوق الوصف. وخليني أقول إنه يا رب تكونوا قدرتوا تحصلوا على الفايدة المرجوة من الفيديو. وخليني أقول لكم إنه بكده يكون وصلنا لنهاية الفيديو. أشوفكم في فيديو جديد. كونوا بخير وإلى اللقاء.